هنتكلم النهارده بخصوص السكن ومعنى اللي انت تكون مع عالم السفر. الشركة القانونية الموثقة لدى الحكومة البرازيلية. مثلا في عميل جه هنا البرازيل معهوش CPF ومعهوش شوية حاجات كده، فهو من استخرج CPF لحد ما ياخد الإقامة بتاعته إن شاء الله قريب، خلال أقل من 20 يوم كان كل حاجة اتحضرت له. فاحنا عملنا ايه؟ هو مع عالم السفر وهو محتاج يأجر بيت، فاحنا جبنا واحد من فريق عالم السفر يأجر باسمه لحد ما يستخرج اوراقه. فمع عالم السفر انت ما تشيلش هم. مثلا هحكي لكم على عميله او زبونه هي ما خدتش، او مرشح زبونه او زي ما تحسبوها يعني، اتصل بيا وهي في مصر، والله احنا هنيجي البرازيل وما اعرفش ايه، عاوزين سكن في حدود كذا وحدود كذا. قلت لها اوكي، قلت لها عمولتي كذا بتدفع لاول مره وبعد كده منك للشركه على طول. بعت لها الرقم، الحساب يعني الحساب بتاع العموله بتاعتي عشان انزل اكلم الشركه واروح واجي. فهي ما دفعتش او شافت رساله ما ردتش. فجات الايام وراحت الايام، جت هنا البرازيل مش عارفه تنكر سكن، وكل شويه تبعت لي على التيك توك وتبعت لي على الواتساب، وانا بشوف مره ارد ومره ما اردش وما بهتمش بالامر. ليه؟ لان انا عادتي دايما لما اقول لك على سعر وتروح تحتاس وترجع لي، انا ما بعملكش الشغل بصراحه، لان انا كده ادام انت لفيت وما لقيتش مصلحتك مع غيري فما ترجعليش، لاني انا صادق معاك من البدايه. فمعنى اللي انا قلت لها السعر بتاع العموله بتاعتي وشافت الرساله وما ردتش، ولما جت واحتاجت عالم السفر هنكون في خدمتها، لا. فانا بقول لها على السعر على طول. السعر انا بشوف سكن الحمد لله، فانت ما تفكرش ان انا هروح اشوف لك سكن وادفع من جيبي وانت ما تحوليش فلوس او اظبط لك الدنيا مع ما تيجي. ده ماشي في قاموس، يعني مش هدفع حاجه في جيبي ولا همشي خطوه الا لما اخد فلوس عشان اعرف امشي. يعني الراجل اللي انا عملت له مثلا جبت له ميعاد في البوليس الفيدرالي في سانتوس، ما كانش عارف يجيب مواعيد، فانا قعدت ادور عليه ما عرفتش اوصل له، والميعاد راح عليا وخلاص. فلقيته لما شاف الفيديو بتاعه على التيك توك، فلقيته مكلمني وبعت لي عربون عشان ايه؟ عشان اشوف له ميعاد تاني. احنا الاثنين خسرنا الميعاد، انا خسرت، قلت للشخص اللي جاب لي الميعاد هعوضك، وهو ما راحش في ميعاده وهو منتظر بقاله كتير. فمعنى ان عالم السفر انا مش همشي ولا الفريق اللي ورايا هيعمل حاجه الا لما يكون واخد الفلوس بتاعته او واخد عربون او واخد مقدم شغل، فهمتوا؟ اما ماهيش الحكايه والله هعمل وهنبقى نديك لما نقابلك، مفيش الكلام من انت مثلا انت جاي البرازيل وعاوزني اشوف لك سكن مفروش على حسب عدد الاسره، فالمفروض انت تبعت لي عربون عشان اروح اشوف لك، فهمتوا؟ ولما اشوف لك والحاجه تعجبك تدفع حق الحاجه، تدفع حق الايجار، فانا مش هدفعه لك من جيبي، فهمتني؟ فسيبها على الله، واي حد محتاج خدمات مصريه يتكلم عالم السفر، واللي يسال علينا هيعرف احنا مين.